الخير، أسعد الله مساءكم بكل خير. لقاء يتجدد والإسكندرية مباشر لأسرة يوم الجمعة. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس السيسي قام مساء أو صباح أمس الخميس بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وأيضا بقطاع الطرق والنقل. تضمنت هذه الجولة كاتدرائية ميلاد المسيح، مسجد الفتاح العليم، المدينة الرياضية، المجلس القومي لشهداء الأسر الشهداء والمصابين، والمدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، وأيضا مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري وتطوير طريق السويس وأيضا تطوير محور المشير طنطاوي. معنا الآن مشاهد من هذه الجولة. بننتقل إلى خبر آخر. وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس المصري أنور السادات بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وكان الكونغرس الأمريكي مرر الصيف الماضي مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط. نبدأ لقاء الهواء ونبدأها بمقدمة اللقاء، حيث أن الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم وقد مر بمراحل تطور وانحدار. قامت مصر بالعديد من المشروعات القومية العملاقة، فهل مصر على أبواب قطف ثمار هذه المشروعات؟ وما هو وضع مصر الاقتصادي في المؤشرات والتقارير الدولية؟ يسعدنا أن نرحب بضيف الهواء الكريم المهندس شريف دلاور، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، المفكر الاقتصادي والخبير الاستراتيجي. أهلا بحضرتك باشمهندس ومشرفنا دايما. أهلا أستاذة داليا. أهلا. بالتأكيد هنبدأ حديثنا عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. عايزين نتعرف على دور هذه الأكاديمية، وهل هو دور مختلف عن دور الجامعات؟ فعلا احنا عندنا 44 جامعة، وبالتالي لا يمكن أن يكون الأكاديمية الوطنية هي نمرة 45. إذن هو دور كما قلت بحق يا أستاذة داليا يختلف عن دور الجامعات، سواء كانت جامعات عامة أو خاصة اللي يكونوا 44 في مصر. طبقا لقانون إنشاء الأكاديمية هي رسم سياسات التدريب بكافة قطاعات الدولة، أساسا الجهاز الإداري للدولة، لأنها في إطار خطة الإصلاح الإداري اللي كل المواطنين بيعانوا، وسواء كانوا مواطنين عاديين أو مستثمرين، أو كلنا نعلم هذا التشابك البيروقراطي المعوق للمواطن أو للاستثمار. أيضا اعتماد محتويات التدريب في مجال والرقابة على مراكز التدريب في مصر كلها، يعني ده هيكون نوع كمان من الاعتماد، واعتماد حتى المدربين، واعتماد حتى البرامج. اذن هي كهيئة عليا بتشرف على التدريب، مش شرط يكون بقى من خلالها لوحدها، ولكن كل اللي في مراكز تدريب في مصر مختلفة عامة وخاصة، فايضا هيكون ده بموجب قانون الانشاء في 2017. ايضا اجراء البحوث في مجالات الادارة العامة بالذات كمان، والسياسة العامة، تنظيم برامج تدريب تخصصية في نواحي تكنولوجيا معينة، هدي أمثلة من هذا يعني. وتقديم استشارات في مجالية الإدارة العامة، التنمية البشرية، ثورة الاتصالات والمعلومات، كل هذا كل التكنولوجيات، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي. واحنا شايفين، هو يمكن حضرتك كنت تسأليني قبل الحوار ان برضو افريقيا هنتكلم فيها، وعندك اظن اسئلة في هذا، فان شاء الله نتكلم فيها، وده برضو دور لهذه الاكاديمية في هذا. وهي انبثقت منين؟ هي انبثقت من البرنامج الرئاسي اللي كان موجود في الاول للقيادات الشابة، فهي اصبح النهاردة اللي هو كان بيسمى PLP
presidential leadership program. فاصبحت دلوقتي ده اصبح جزء من هو ده الأكاديمية. يعني ده تطور كان للموضوعات اللي خاصة بالبرنامج الرئاسي، ان اصبح جزء من هذه الأكاديمية. كأمثلة لهذه وان شاء الله في يعني المدير التنفيذي لهذه الأكاديمية دكتورة رشا راغب، ايضا للجمهور اللي بيحب يسأل ويعرف، وهي بدرجة نائب وزير. والمقر موجود حاليا 6 مباني قوية جدا بتخصصات في 6 أكتوبر، في مدينة 6 أكتوبر. يعني بتوع اسكندرية دول مش بعيد عنهم. وفي نفس الوقت الموقع الرسمي اللي فيه كل التفاصيل بيتم إعداده الآن، وهيكون موجود من يناير المقبل إن شاء الله، لأن الناس بتسأل إيه دور وإزاي نقدم وإزاي كل هذا، فكل ده يكون موجود. لكن أنا من شوية قلت لحضرتك برامج تخصصية. يعني مثلا اتعمل في الفترات دي، مش مستنيين، الجهاز التنفيذي مش مستني برنامج للدبلوماسيين التجاريين والإداريين. السلك الدبلوماسي اللي هو الجزء بتاع التجاريين، لأن دول اللي هم علاقات مصر الاقتصادية في الخارج والإداريين. اتعمل برنامج للقضاء، قد تندهش هذا، وبالذات في التحكيم الدولي. ادي البرامج اللي عشان بنقول ايه الفرق بينها وبين الجامعات. لا، مش في بيتعمل او في الفترة القادمة في برنامج للدعاء. البرامج دي تندهش ايضا ان لازم اللغة الانجليزية تكون موجودة في الاول، والتعلم الجيد للغة الانجليزية. ليه؟ مش عشان الانجليزي كلغة، ولكن دي لغة انفتاح على العالم، على كل ما هو النهاردة موجود على الاطلاع. 90% من ما هو داتا او بيانات على الانترنت باللغة الانجليزية، وليست بالفرنسية، وليست بالاسبانية. ولذا الصين لما نهضت راحت بعتت 300,000 واحد مهندس وبتاع في امريكا، عشان من ناحية هندسة ومن ناحية لغة. فكل ده في برنامج لمهندسي الانفاق، لان احنا النهاردة يعني تميزنا في هذا، والناس دي هتطلع تعمل انفاق في دول اخرى. في برنامج لمتخذي القرار، قيادات الافريقية اللي في بلادهم، فايضا ده توجه بتاع. وفي ايضا برنامج، لان حضرتك عارفة ان في اتفاق مع مدرسة الإدارة الفرنسية الإنا، إيكول ناسيونال دادمينستراسيون، وفي خبير من الإنا موجود أيضا ضمن البرامج، اللي هي مدرسة الإدارة المشهورة الفرنسية. وده هيدي بقى دورات لموظفي بالذات الحكومة، مش الشخص نفسه، البرنامج نفسه، وبعضها أونلاين، هيبقى على 8 أشهر، مختلف عن برنامج إعداد القادة اللي اتعمل كان قبل كده ايام المرحوم الدكتور عاطف عبيد. والدورة تقريبا 8 اشهر. فادي نوع من البرامج التخصصية في هذا. ولكن زي ما بقول لحضرتك كل التفاصيل دي هتنزل. طبعا حضرتك عارفة ان مجلس الامناء يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، وعضوية رئيس المخابرات العامة، ووزيرة التخطيط والتنمية الإدارية، و5 خبراء، وممثلي من وزارة المالية والبنك المركزي. باشمهندس، هل لينا دلوقتي ان احنا نعرف الشروط الاساسيات للشباب اللي عايز يدرس في هذه الأكاديمية؟ هيعلن كل هذا. احنا بنقول دي بس زي ما بنقول دي ليست، وهيكون فيها برضو نوع من التوجه الأولاني. يعني خد بالك احنا كلنا بنشتكي من ايه؟ الجهاز الإداري للدولة. فيجب قيادات الجهاز الإداري الأولى هي بتاخد أولوية في البداية. مش معنى كده الباقي لا، انا اديت لي مثال لحضرتك، قضاة، دعاة، دبلوماسيين. خدت بالك؟ فاذا هي برامج تخصصيه. ان هيكون في برنامج لماجستير اداره الاعمال، ان هيكون في برنامج لدكتوراه الاعمال، لا، بس كل ده جاي وهيعلن عن كل هذا. يعني في شفافيه كامله في هذا الموضوع. باشمهندس، كثيرا ما ناس، وعاوز اقول لك مفيش وسايط في الموضوع ده، لان كله اونلاين وكله بتاع، مفيش. تمام.
باشمهندس، كثيرا ما نسمع في الفترة الأخيرة الثورة الصناعية الرابعة، وهناك كثير من الدول مستعدة ليها وبتشتغل ووزاراتها بتستعد لهذه الثورة. قبل ما نخوض في هذه الثورة، ما معنى الثورة الصناعية الرابعة؟ احنا عندنا ايه يا استاذة دالي؟ الثورة الصناعية الأولى هي الآلة البخارية، وعملت انقلاب اللي هي بدت في منتصف القرن الثامن عشر واخدت الزخم بتاعها في القرن التاسع عشر. ثم بعد كده اصبح بدل البخار وبدل الفحم بتدوري بالكهرباء في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبدأ ما يسمى انتاج الحجم نتيجة وبدت مبادئ الإدارة الصناعية حتى، لأن أصبح عندك مصانع وكل ده. الثورة الصناعية الثالثة هي لما دخلت الإلكترونيات وثورة الاتصالات والمعلومات في الثمانينات، منتصف الثمانينات وما فوق. الثورة اللي بيسموها اندستري 4، الثورة الصناعية الرابعة، دلوقتي في مخططات في كل الدول. كوريا الجنوبية عاملة مخطط، فرنسا عاملة مخطط. أول مخطط اتعمل كان ألمانيا اللي عملت هذا المخطط، اسمه اندستري 4، يعني مش الثورة الرابعة، اندستري 4. هي عبارة عن ايه؟ ان اساليب الانتاج التقليدية العادية اللي احنا شايفينها في المصانع، اللي هي مبنية على انتاج الحجم ومبنية على المنتج اللي يفضل يتحرك في سلسلة زي كل حاجة بنقابلها، حصل تغيير. دخلت الطبعة ثلاثية الابعاد. طبعة ثلاثية الابعاد النهاردة من الطبعة الصغيرة للطبعات الكبيرة المكلفة للطبعات الصغيرة. طبعات صغيرة النهاردة بعض أطباء الأسنان بره بيشتروها ب$500 عشان يعملوا التخويم بتاع السنان، بدل ما يروح بقى معمل ويجيب تتعمل على طول. فده بيطلع لك منتجات، بيطلع لك قطع غيار بشكل مختلف تماما، هيكل الإنتاج اختلف. أيضا فما يسمى المصنع او الوحدة الانتاجية المتصلة او المتشابكة. يعني ايه؟ يعني النهاردة نتيجة ايضا الذكاء الاصطناعي وما يسمى الماشين ليرنينج او الآلة الذكية، بيحصل ان المصنع بيبقى متشابك بواسطة الحاسبات وبواسطة البرامج اللينة اللي هي السوفت وير، وبالتالي الكنترول على الانتاج والاسعار وكل ده بيتم بتوافق وتشابك كامل. يعني ده بيسموه حتى المصنع الذكي والسمارت برودكت بيطلع منه. فهي ثورة في المفاهيم تماما. مين بقى يستفيد من هذه الثورة؟ اللي ما عندوش قاعدة صناعية بتاعت الثورات الاولى، يعني البلاد النامية اللي ما بنتش الصناعة اللي النهاردة هتتهد طبعا او هتتغير. يعني التانيين مكلفة اكتر. يعني المانيا لما تعمل البرنامج بتاعها طبعا مكلف، معناته ان انت هتشغلي كل الالات القديمة دي مش هتنفع. اذا احنا فرصتنا، احنا ده فرصة مثلا بلد زي مصر. طبعا الناس يقول لك ايه، ايضا لازم نقول حاجة، ان دي قائمة مش بس على الاتصالية بين مبنية كمان على، لان اي ثورة في العالم صناعية معتمدة على حاجتين: الطاقة اللي بتولدها وطبيعة الالات اللي موجودة او الاتصال فالطاقة ايضا النهاردة انت بتعمل ايه في الثورة الصناعية على الطاقات المتجددة. يعني بتضمي الثورة الصناعية، بتضم الاقتصاد الاخضر كمان، مش متاع. ليه؟ لانك لما بتستهلكي طاقة اقل، لما بتستهلكي مياه اقل، لما مخلفات الصناعة تبقى اقل، اليس كل هذا انتاجية؟ اليس كل هذا تنافسية؟ اليس كل هذا تخفيض للاسعار لصالح المواطن او لصالح التصدير؟ فاحنا على اعتاب ثورة رهيبة. واحنا بكرة برضو عندنا جامعة اسكندرية الحقيقة ايضا سباقة في هذا، وفي مؤتمر غدا لمدة 3 أيام في كلية تجارة جامعة اسكندرية على كل هذه النقاط. إذا مصر
مش مثلا لسه بتفكر. امبارح انا كنت في جامعة المنوفية، شباب المنوفية فاهم الكلام ده كله، شباب اللي بروحوا في اي حتة فاهم الكلام ده. انا قصدي ايه بقى؟ ان الشباب اللي هم اصحاب الثورة الصناعية، لان لا يتقنها الكبير، هم على علم. انا لما كنت في المنوفية امبارح في جامعة، انا ذهلت بهذا العدد الذي يتقن كافة التكنولوجيات ويتحدث عنها بسلاسة. انت عندك قاعدة النهاردة الناس مش عارفة ان جوجل وانتل وكل الشركات الكبرى بتيجي تغرف من مصر، من الشباب المصري. مصر النهاردة سواء بتوع التطبيقات او الفهم في التكنولوجي او في حتى في الكول سنتر العادي اللي هو اقل حاجة، خلي بالك كله بياخد من مصر. والعالم النهارده بيعترف ان المصريين حتى الفريلانسرز اللي هم المبادرين الاحرار اللي موجودين عندنا هنا في سموحه وفي اسيوط وفي سوهاج وكل حاجه، اخدت بالك، اللي بيبعتوا شغلهم بره. النهارده انت عندك يعتبر المصريين من اوائل الناس، فانت عندك القاعده وعندي الفرصه الوسط وعندك في هذا الفرصه المجال. وعندك الفرصه. ويجب بقى كمان على البنوك المصريه والمصارف المصريه والتمويل في هذا الاتجاه. يجب ايضا على الرأسمالية المصرية وعلى الصناع المصريين ان نتجه لهذا. يجب ايضا ان مشروعات الشباب نتجه لهذا. يجب ايضا على اتحاد الصناعات، على اتحاد الغرف، الكل يحط ايده، مش مجرد الحكومة فاهمة والحكومة بتناشد وبتنادي بالثورة الصناعية الرابعة. لازم كلنا نكون فاهمينها زي ما حضرتك بتسأليني هذا السؤال دلوقتي، لان ده عالم هيكون متغير. التقارير الموجودة عندي والبيانات اللي لسه كان في 20 خبير عالمي موجودين في Institute of the Future او معهد المستقبل من اشهر المعاهد في العالم، كان بيكلموا ان الكلام ده كله هيتحقق بشكل عادي جدا، عادي في 2030. يعني انت قدامك ايه؟ 10 سنين 10 سنين لاجراء هذا التحول الرهيب جدا بما فيه الطاقة. حضرتك هل تعرفي كمان النهاردة بدل بنتكلم عن الطاقة لان ده كله حاجة النهاردة المباني، احنا عملنا طاقة دلوقتي وعندنا كهرباء كفاية، لكن بعد كده بنتجه للطاقات المتجددة. فانت عندك النهاردة البيت الواحد ممكن بيت مصمم ان هو يولد كهرباء لنفسه بواسطة الخلايا الشمسية، بل ممكن يصدر كهرباء اذا فاضت عنده او قافل البيت او ما بيستخدمش. فحتى نمط في الطاقة مختلف تماما عن النمط ان في جهاز مركزي بيديك الكهرباء وكل حاجة. لا، ده انت هتبقي مستهلك ومصدر للكهرباء. ما دي اللي بيسموها البيوت الذكية ايضا. اذا كل ده داخل في الثورة الصناعية الرابعة. في مؤتمرات بتعقد وفي اكاديميين وخبراء زي حضراتكم بيتكلموا، والشباب ليه مجال واسع في هذا المضمار، بدليل ان الدول الاوروبيه او الدول الاجنبيه بتتخطف وبتجذب هؤلاء الشباب. وحضرتك تحدثت عن البنوك وعن الرأسماليين ان هم المفروض ان هم يمولوا هذه المشروعات. ماذا عن التنفيذيين؟ ماذا عن خلينا نقول الدوله؟ ماذا عليها ان تقدم؟ لا، الدولة بتدي المشروعات النهاردة الصغيرة دي، لان الجميل في كل ده انها ممكن تكون مشروعات صغيرة جدا، بل في العالم كله النهاردة كل يعني انت بتلاقي 3-4 بيشتغلوا في الكلام ده. دي كلها مشروعات صغيرة ولكن القيمة المضافة بتاعتها كبيرة جدا، وفيها ابتكارات بصفة مستمرة. فالدولة النهاردة لما الدولة بتوجه وبتدي قروض ب5% لمشروعات الشباب، لما بتحط 200 مليار كدفعة أولى لمشروعات الشباب عن طريق اللي قررها البنك المركزي للبنوك، كل هذا لا، ده في تشجيع لهذا. فاحنا عاوزين ان بقى البنوك والمراكز الدراسات اللي بتتعمل، الصندوق الاجتماعي للتنمية موجود مش لازم ننساه، كل ده ان نتجه في هذا الاتجاه اللي الدولة. يعني النهاردة لما نشوف المؤتمر الاخير حتى اللي اتعمل وحضره رئيس الجمهورية اللي خاص بالعملية وزارة الاتصالات، كله كان على التكنولوجيات، كان كل الكلام على كده وعلى التكنولوجيات الجديدة.
طب لما الدولة قررت انشاء 7 مراكز تكنولوجية اللي بتنشئهم وزارة الاتصالات، ما دي عشان ايه؟ عشان تدرب الشباب في هذه القاعدة الجديدة للثورة الصناعية. ايضا في نفس هذا المضمار باشمهندس شريف، قرية ذكية جديدة تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى تنفيذها على ارض العاصمة الادارية الجديدة، تلك الايقونة المعمارية العصرية التي تضم وحدات سكنية على احدث الطرز المعمارية. القرية الذكية الجديدة في العاصمة الادارية، هي العاصمة الادارية نفسها تبقى عاصمة ذكية او مدينة ذكية. مدينة ذكية يعني ايه؟ يعني برضو الصرف الصحي، المية، الكهرباء، إدارة الطرق، إدارة إشارات المرور، كلها بتتم عن طريق نظم الاتصال. احنا عندنا حضرتك النهاردة البيج داتا، الكلاود كومبيوتنج. هل حضرتك تعرفي حاجة ونقولها للناس؟ في الهند الفلاح في تجربة حقيقية اللي بكلم عليه باستخدام الكلاود كومبيوتنج، بيسموها كاو كلاود. كاو اللي هي البقرة بيتحط عليها ما يسمى RFID او راديو فريكونسي ايدنتيتي، عبارة عن زي شيب. عن طريق الكلاود كومبيوتنج زي شريحة مثلا، زي شريحة، يعني شريحة هتنتشر قوي يعني، لانها بدل ما هتطلعي مثلا من كارفور ولا من اي حتة مول بقاعدة تطلعي وبتطلعي كل حاجة، الRFID دلوقتي مطبق، بتمشي بيروح حاطط لك الاسعار من غير ما تنزلي وتطلعي كله. فدي حاجة بقى لها سنين حتى موجودة بس بتنتشر دلوقتي. فمجرد اللي هي بيسموها راديو فريكونسي ايدنتيتي، فالRFID دي محطوط على البقرة. كلاود كومبيوتنج بقى تروح بعت SMS لصاحبنا رسالة نصية، لان في بقى بيج داتا وارتفيشال انتليجنس للفلاح. SMS ما هو ما بيعرف يقرا يا دوبك الSMS. بتقول له دي محتاجه دلوقتي التطعيم، دي محتاجه كذا، لا دي داخل عليها مرض كذا، لا كذا. الكلام ده حقيقي النهارده. فالعالم النهارده التغير، الثوره الصناعيه داخل عليها يعني المرض. الثوره الصناعيه الاولى مش غيرت الزراعه وميكانه الزراعه. الثوره الصناعيه الثانيه بتغير في الطب، عشان ما حدش يفتكر ان مجرد المصنع. بتغير في الطب، بتغير في الجراحه. يعني النهارده الذكاء الاصطناعي بيقدر يشخص لك امراض ويساعد الطبيب. مش قادر يبص لكل الامراض، هيبص ل7 8، مش هيقدر يعرف كله. فده اسمه برنامج واتسون. فانت عندك اذا يعني داخله في الزراعه زي ما الثوره الاولى غيرت في الزراعه، هي بتغير في الزراعه. عندنا النهارده ما يسمى البريسايز فارمنج. يعني ايه بريسايز فارمنج؟ عن طريق الساتلايتس او عن طريق اللي هي الري الدقيق، مش الري بالرش، مش الري بالتنقيط، الري الدقيق. بريسايز فارمنج ده عباره عن ايه؟ ان عندك عن طريق الساتلايتس، عن طريق الاقمار الصناعيه، بيديك اشاره يقول لك الحته دي تديها ميه قد كده. ما تنسيش ان احنا عندنا مشاكل ميه. الحته دي ما تديهاش الميه بنفس قدر، ويصح الاثنين قريبين من بعض. فمش مساله بقى ان انت ترش زي بعض. اسمها بريسايز فارمنج. كل دي تكنولوجيات بتستخدمي هي دي الثوره الصناعيه طبعا في كل المجالات. ده ايه؟ مجالات جراحه، طب، الروبوتس النهارده في الجراحه بتساعد الطبيب. ليه بتساعد؟ مفيش استبداد للانسان، لكن في مساعده للانسان. يعني النهارده لما تيجي تقولي الروبوت في استخدمه في المناجم، في الاماكن الخطره اللي ما يدخلهاش بني ادم، او في اطفاء الحريق، ده النهارده بيستخدم. فانت ابتدى مش بقول انا ولا الروبوت، لا ده الروبوت مساعد ليا. تمام. بيسموها هيومن ماشين بارتنرشيب، او العلاقه اللي بين الانسان والاله، الاله الذكيه، المشاركه بين الانسان والاله الذكيه. هي في خدمتنا. لان احنا زمان لما اخترعت الاله الاولى اللي هي بالبخار وبعدين بالكهرباء، دي ساعدتنا ايه؟ ساعدت الجسد
العامل الطبيعي. عشان كده بتسميها بالحصان، بتقولي 30 حصان 70 حصان، العربية 140 حصان. هي بدل ما انا كنت اجر، ولا بدل الحصان ما يجر، اصبح وفرت جهد الانسان، وفرت عضلات الانسان وجسد الانسان. دي بقى بتوفر ايه وبتضيف قوة لمين؟ مش بتضيف قوة لعضلاتي، بتضيف قوة لتفكيري لعقلي. ادي الثورة الصناعية الرابعة. من الثورة الصناعية الرابعة ننتقل للتحول الرقمي والاستدامة الحكومية، وهما الاثنين مش بعاد على بعض، احنا بنتكلم برضو في نفس الإطار. طبعا لا شك حضرتك ان برضو نقط مهمة وهي ملتقية زي ما حضرتك قلتي، ده تماما انهم متشابكين بشكل قوي جدا. لا شك ان ايضا، وده دور كمان للأكاديمية، ان في وظائف نتيجة الثورة الصناعية الرابعة دي اللي حضرتك بتقولها والتحول الرقمي، في وظائف هتنتهي. 35% من الوظائف الحالية في ظرف 10 سنين لازم هتكون انتهت تماما. لان حتى في السكرتارية هيكون عندك ما يسمى AI assistant، او المساعد بتاعك جهاز فيه artificial intelligence، الذكاء الاصطناعي. فاذا في وظائف هتنتهي لا شك، ولكن المطلوب ده وده الدور احنا فاهمينه، كل البلد فاهماه كويس، والدولة فاهماه، وقيادة الدولة نقدر نقول فاهماه. امثلة لهذه الوظائف التي سوف تندثر خلال 10 سنوات؟ لا يعني في السكرتاري حضرتك ذكرتها. لا، وفي وظائف كثيرة جدا في العمالة اليدوية العادية هتنتهي. انت بقى يجب، وده دور الأكاديمية ودور الجامعات، وانا شفت الحقيقة الدكتور عصام الكردي قال ان احنا يجب ان نؤهل الناس على هذه المهن بقى الجديدة. ما انت عندك مهن بتندثر ومهن بتنشأ، والمهن اللي هتنشأ اكثر من اللي هتندثر، ففي فرص للقضاء على البطالة. ولكن لو فضلت محلك سر يبقى هتندثر وهتلاقي نفسك بطالة زيادة. فده دور الأكاديمية فاهمها، قيادة الدولة فاهمها، وجزء من الثورة. وده لما نقول التحول الرقمي، هو ده التحول الرقمي عبارة عن ايه؟ وانا اقول لحضرتك كلمة، انا لا اكتفي بكلمة التحول الرقمي، انا بقول الاستقلال الرقمي. والاستقلال الرقمي والاستدامة التكنولوجية، انا بستخدم هذا التعبير. معناته ايه الاستقلال الرقمي؟ معناته ان مش مجرد شركات كبيرة اجنبية موجودة، مش مجرد كذا، لا، الهند بتعمل نوع من الاستقلال الرقمي. احنا عندنا الشباب اللي يعمل يساعد على الاستقلال الرقمي، ان ما بقاش انا مجرد تابع في التكنولوجيا دي، في استقلال رقمي للحكومات. دي عاوزة بقى افراد وتأهيل افراد وشركات وطنية، مصرية عربية زي ما احنا عاوزين، يجب مصرية افريقية. ادي المجالات الجديدة اللي احنا نفتح فيه. المجال واسع جدا للتنمية الاقتصادية مع الثورة الجديدة ومع التحول الرقمي. طبعا احنا في ايضا جزء خاص بالتحول الرقمي اللي هو الشمول المالي، وده مهم. وديك شفتي مؤتمرات، ومصر رائدة الحقيقة بالنسبة لدول النامية في موضوع الشمول المالي. الشمول المالي قبل منه ما يسمى التكنولوجيا المالية. انا كنت قاعد الاسبوع الماضي في ندوة في العين السخنة مع قيادات بنكية، وكنا بنتكلم الاول، قلت لهم تكنولوجيا المالية، تكنولوجيا استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام البيانات الكبيرة اللي اسمها بيج داتا، كل هذه الاستخدامات اللي بتؤدي الى الشمول المالي، اللي بعديها تؤدي الى التنمية المستدامة. فانت عندك حلقة معادلة مكونة من 3 في الاستدامة التكنولوجية وفي التحول الرقمي، اللي هي ولو اتكلمنا مثلا على الجزء بتاع التحول الرقمي بالنسبة الشمول، بالنسبة للشمول المالي، يبقى لازم التكنولوجيا المالية اللي تؤدي الى شمول مالي تؤدي الى تنمية مستدامة. الشركات، الافراد، وتأهيل وجود شركات جديدة مصرية قوية. نتمنى ان البورصة المصرية يكون فيها هذا، نتمنى ان الاستثمار الاجنبي حتى المشارك مع المصري او العربي المشارك مع المصري يبقى في هذه المجالات، وان تبقى البورصة
ليست بورصة ناس جاية فقط تعمل مولات ولا تعمل حاجات كده. بنتحدث عن شركات وافراد عاوزين نبقى مجتمع انتاج مش استهلاك. بالتأكيد بالتأكيد. بنتحدث عن شركات وافراد ولا بنتحدث عن حكومات؟ استقلال رقمي للحكومة؟ لا يعني لا لا, لا 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 الاستقلال الرقمي هو استقلال الدولة وليست الحكومة. بمعنى وجود شركاتك الوطنية على ارضك. فاتبك مش النهارده اللي بتديكي حاجة وما تديكيش حاجة. ده مفهوم الاستقلال الرقمي. مفهوم الاستقلال الرقمي ولو احنا بنقولها هنا دلوقتي لكن بتسعى اليه دولة زي الصين. صحيح حاولت انها تاخد التكنولوجيات من بره وكده. في دول منع ان يكون فيها مثلا جوجل ولا فيها الحاجات التانية. في دول نامية كتير منع هذا بتشكل ده. احنا ما بنقولش معنى عندنا ما بنقولش معنى لكن بيقول بالتوازي يكون عندنا شركات وطنية. يكون عندنا انا اتمنى ايضا ان في فترة ما يبقى عندنا طب في معاملاتنا الداخلية على الاقل ما بقاش بستخدم الفيزا بس ولا الماستر كارد بس ولا بتاع. لا في المعاملات الداخلية طب ما يبقى عندنا كارت وطني. انا ما بقولش بقى في الخارج دي عاوزة اقتصاد تاني لكن على الاقل في المعاملات الداخلية بالجنيه المصري خلينا يبقى عندنا الشكل البطاقة بطاقة الكريدت كارد او الديبت كارد الائتمانية بتاعتنا. بدل ما كل شوية دول بيكسبوا ارباح من الكلام ده. فاكرة الفيزا دي ببلاش؟ لا اكيد كل حاجة بندفع عليها فلوس. تدفع فلوس وبتطلع بره. الارباح بتاعت الفيزا دي. ايوه في التعامل الدولي انا ما بقولش لا لكن انا عاوز تعامل محلي. طب ما نعمل. واظن البنك المركزي بيفكر في هذا. سمحت اخيرا يعملوا كروت وطنية للتعامل الوطني. انا لما حضرتك تشتري ليه لما تروحي تشتري حاجة مصرية ولا تدفعي بالجنيه المصري ليه تستخدمي الفيزا؟ ما تستخدم بطاقة وطنية. فمفهوم الاستقلال الرقمي مفهوم الاستدامة التكنولوجية بقى تأتي من الشركات من مراكز الأبحاث من المراكز التكنولوجية اللي قلت لحضرتك عليها. هي كده ما نقدرش نفضل مستوردين لما يأتي لنا من الخارج لأن ده مش استقلال. ودي هتساعدنا في كله. تساعدنا في الزراعة في استنباط لان دخلتي بقى في التكنولوجي انت هتدخلي في الزراعة وفي الجراحة وتدخلي في كل ده وعندك الناس المؤهلة وتأهلي اكتر عن طريق الأكاديمية الوطنية او مش بس الأكاديمية الوطنية يعني لازم الكل يشارك في هذا. في مسؤوليات على اتحاد الصناعات على جمعيات الأعمال على كل هذا المجتمع كله. ما نقدرش نقول بس الدولة ولا الأكاديمية الوطنية لوحدها رغم دورها المهم لكن ما نقدرش نقول ان المجتمع يقعد متفرج. يعني المشاركة المجتمعية في كل هذا وفاء. واحنا النهاردة لما بتكلم مع حضرتك احنا بنتكلم عشان كل الناس ايضا تدرك ان احنا مقبلين لان العالم فترة ما يا استاذة داليا كان اللي اسمه جغرافي وبعدين لما جت المواصلات والدنيا وكده بقى اللي اسمه اقتصاد. دي متقدم دي عالم ثالث ده عالم ثاني ده عالم اول دي مفاهيم اقتصادية. المخيف بقى في الفترة الجاية ان العالم ممكن يتقسم تكنولوجيا. دول تتقدم بشكل جامد جدا لانها بطريقة أسية التكنولوجيات بتتطور ودول تانية فاضلة في حتى مش في العصر الصناعي الاول. فده هيعمل نوعين من البشر نوعين من الاوطان. مصر مش كده. مصر من اكتر الدول المؤهلة وفي فترة فهم. انا مش عاوز نضيع وقتنا في الكلام الشكوى والبتاع. لازم نبص لقدام. الشكوى طبيعية في فترات اللي بيسموها ترانزيشن فترات التحول والانتقال. مفيش في الدنيا فترات تحول ما تمش فيها شكوى. هنفضل واقفين عند الشكوى هنفضل واقفين عند اللطم ولا نبص قدام ونشتغل. انا بتكلم بالذات على المسؤولين على القيادات. مش بتكلم الشعب العادي لازم نفهمه. الشعب العادي لازم نقف معاه لكن انا بتكلم على المسؤولين وبتكلم على الناس. ساعات تشوفي في مؤتمرات ساعات تشوف كذا يرصلك عندنا المشكلة الفلانية عندنا المشكلة الفلانية. طب ما قول لي الحل.
قولي الحل واتحرك يعني. وبشوف كتير برضو في الاعلام نمسك في المشكله. طب معاكي، انا معاكي، مش بقول لا ما نتكلمش في المشكله، اتكلم في المشكله، اتكلم في الحل، ابص للمستقبل. افضل مشدود لورا. كلام في غايه الاهميه يا باشمهندس شريف. خلينا ننتقل الى فرنسا واحتجاجات او احداث فرنسا اي زي ما حضرتك تسميها، لكن قبل ما ندخل في الشق الاقتصادي ليها انا عايزه اتكلم عن التغطيه والتعامل الاعلامي وبخاصه المصري مع هذه الاحتجاجات. ما هو شوفي ده برضو التصرح يجب لأي إنسان مش بس الإعلام، إن يعني شوفي حضرتك احنا قبل ما نقعد خلال هذا الأسبوع حضرتك والمجموعة العظيمة اللي معاكي بعتوا لي سكريبت، كلمنا في السكريبت مرة واثنين وغيرنا عشان الناس ما تفتكرش ان الطلوع ده او الظهور او التحدث سواء من معد البرنامج او من مذيع البرنامج او مذيع او من يتحدث ان لازم يتم تلقائيا للحظة. في حاجات بتتم في اللحظة بس مش دي فيجب مش ده الاساس، مش ده الاساس زي ما حضرتك قلت. التعامل الاعلامي مع اي قضية يجب دراستها بشكل جيد. التعامل الاعلامي في كثير من الحالات الا استثناءات قال لك عشان الاخوان لما لقوا ان حفيد حسن البنا هم اللي قلبوا الدنيا على فرنسا، اللي اتقبض عليه يعني هي ابن حفيد البنا اللي هو متهم في قضايا جنسية. الله يعني الاخوان هم يعني بالقوة دي هيحركوا فرنسا. دي يعني تفكير هزيل. فرنسا المتعلمين المتعودين على عيش ناس تانية برضو في بعض بتاع الفيس والاعلام والميديا والسوشيال ميديا وكذا قال لك ايه؟ قال لك ده عشان ماكرون طلب ان يبقى في جيش اوروبي فترامب بيوري له. ترامب ايه وبيوري له ايه؟ مفيش حد عاوز يتعمق، مفيش حد عاوز يفهم، كل واحد عاوز يتكلم، كل واحد عايز يفهم اللي على هواه. لا عاوز يتكلم وبس. ليه؟ لان ايه لان شوفي من غير ما الاعلام ده بحث. الاعلام والسوشيال ميديا، انا مش بتكلم بس الاعلام، السوشيال ميديا اتملت بالكلام ده. اخدت بالك ان ترامب وصور لترامب واقف له ولابس سطره صفراء ترامب وبيقول له شوف انا قلت لك ايه، حاجات كده. اخدت بالك؟ والتانيين اللي يقول لك ده المهاجرين في الاول خالص، دول المهاجرين اكيد المهاجرين، بينما لما يظهر في البتوع دول مهاجرين بالذات يعني. لا الموضوع اكبر. قبل ما ندخل في اصل الموضوع يا باشمهندس، هناك ايضا من اوجد مقاربه بين ما يحدث في فرنسا حاليا و 2011 عندنا في مصر، ثوره 2025 يناير. لا مفيش مقارنه، بس برضو احنا اصلنا ما بنبصش غير لنفسنا. فبنفتكر ان احنا مركز العالم. اخدت بالك؟ فرنسا شهدت اللي قد السترات الصفراء دي 10 اضعاف سنة 68 مايو ايام ديجول، ايام الجنرال ديجول. يعني ما هي باكتر من كده 10 مرات. وتغير يعني بعدها الجنرال ديجول راح عمل استفتاء على نقاط معينة نتيجة احتجاجات الطلاب اللي تحولت الى ثورة عارمة، ثورة 68 في فرنسا. دلوقتي ده ما بكلمش كمان على الثورات القديمة. خدت بالك؟ ما عندهم ثورات قديمة كتير. 1789 ثورة الباستيل استمرت اكتر من 10 سنوات، وبعدين مسك نابليون، وبعد نابليون رجعت الملكية تاني، وبعدين 1830 ثورة تانية، 1872 ثورة مار. امال الجمهوريات المختلفة ده انت جات لك مرتين امبراطوريات ورجعت الملكية، وبعدين اتشالت الملكية 1830 ورجعت امبراطورية وقت نابليون الثالث، وبعدين الجمهورية الثالثة، وبعدين الجمهورية الرابعة، وبعدين الجمهورية الخامسة. فرنسا مش كان هيحصل سنة 58 جنرال ديجول رجع ازاي؟
ما هو كان محرر ايام الالمان، لكن ساب سنة 45 قعد لغاية 58 كان خلاص الموضوع هيفرقع، وكانت الجيش هيقوم بانقلاب وهوس نتيجة الحرب مع الجزائر. فطلبوا من الجنرال دي جول يجي وحط الدستور الجديد اللي هو. ففرنسا شاهدت حاجات كتير مش محتاجة انها تعمل ريفرنس او مش محتاجة ان تعمل نمط مع دولة اخرى. فهذه المقارنات ليست اكن ان الشباب طلع، لا السترات الصفراء مش بس شباب. عاوز اقول لك حاجة، السترات الصفراء شوفيهم كويس، وانا بني ادم فرانكوفون وبعرف الكلام ده. فكان في الناس الكبار في السن، كان في العامل العادي. السبب ان السياسات الاقتصادية التي على امتداد سنوات باختصار لم تراعي العدالة الاجتماعية، ولم تراعي المستوى المعيشي اللي اتعودت عليه الطبقة الوسطى الفرنسية، اتعودت عليه، اللي يسمى ويلفير ستيت او مجتمع الرفاه، اللي كان من بعد الحرب العالمية الاولى والثانية. التعليم القوي المجاني، الصحة المجانية، الخدمات الاجتماعية. فرنسا عندها لو انت ساكنة بعيدة 20 كيلو عن بيتك بتاخدي بدل المواصلة اذا كان مرتبك يقل عن مرتب معين. فيها خدمات كتيرة جدا اجتماعية اتبنت النهاردة ما كانش ممكن، وابتدى بقى الضرائب تزيد عليهم، وابتدى كل ده. فاصبح الطبقات الوسطى الفرنسية تئن. وانا كتبت هذا الكلام يا استاذة داليا في كتابي حتى لا يصرخ المستقبل، وفي مقال حطيته في الاهرام في 2012 ازمة اليورو واقتصاد مضاد للشعوب، وقلت اللي هيحصل. ما انت بتدرسي الاوضاع بتاع الشعوب وبتقدري تعرفي اللي يحصل، مش تنبؤ ولا حاجة، لكن بتشوفي. طب ما احنا شفنا قبل كده اللي بيحصل في، وبقول النهاردة ان اليورو لن يستمر غير على المانيا وفرنسا، وان النهارده شوفي اللي حصل في البرتغال، اللي حصل في قبل كده في اسبانيا، اللي حصل في اليونان، ايطاليا. ده ايطاليا في اختلاف في الاتحاد الاوروبي النهارده، لانها خلاص هتعمل برامج هتعدي النسبه بتاعت عجز الموازنه اللي مقررها بروكسل، مقر الاتحاد الموظفين الموجودين في بروكسل بتوع الاتحاد الاوروبي. فالاتحاد وبريكسيت شفناه والكلام ده. فكل دي دول نقدر نقول ان الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة بتسقط في العالم كله. بما ان حضرتك فرانكوفوني، لماذا فرنسا؟ لا ما اقدرش اقول، لان فرنسا اولا عندهم حرية التعبير قوية جدا، خدي بالك، ولكن اللي وصل بيهم الحل ان ما بقتش هي سلمية زي ما انت شايف، لان وصلوا يعني ابل مثلا اتخذت الحاجات اللي فيه، كل المحلات اللي في شانزليزيه اتنهبت، وصل لان مدرعات نزلت الشوارع، مدرعات الجيش نزلت الشوارع بالظبط. فانت الفكرة كلها ان الفرنساويين العملية فلتت. وما ننساش برضو نقطة مهمة، ماكرون يعني فرنسا ما بنبصلهاش في يوم بلاد، لما حضرتك سألتيني في النقطة دي الأحزاب السياسية كلها يسار ويمين ووسط ما نجحتش، والدليل ان ماكرون من سنتين لما قال حزبه الجديد اللي بنى شعبي كسب وما كانش الناس عارفه. بدأت حركة وهذه الحركة كانت خارج الأحزاب التقليدية اللي فرنسا عارفاها قبل كده. ده يوري ايه؟ ان الشعب الفرنسي كان محتاج لنوع من ايه؟ تغيير، وكان محتاجه تغيير سلمي. الدليل انه ايد هذه الحركة. ماكرون كان عنده حاجتين بني عليهم الفلسفة بتاعته، فلسفة بتاعت اوروبا الكبيرة وفرنسا تقوتها، وبالتالي فكرة حتى الجيش الاوروبي وكل ده، وايضا فكرة، لان ما ننساش ان فرنسا تم فيها والرئيس السيسي حضر فيها في ما هو كوب 21 اللي هو خاص باتفاقيات المناخ. فعاوز ايضا ان فرنسا تبقى رائدة
فيه، وقال لك 2035 مش هيبقى عندنا محطات نووية، ان العربيات مش هتكون موجودة بعد كده اللي بالبنزين. فحاطط مجموعة حاجات، وهو لما رفع مش رفع عشان خاطر بيدوا دعم البنزين ولا حاجة، هو رفع عشان مش عاوز الناس تستهلك بنزين، عشان الفلسفة بتاعته اللي خاصة بالايكولوجي او اللي خاصة بالبيئة. ده سبب رفع الضرائب. بس دي كانت القشة التي كونت ظهر البعيد. فالفرنساويين بقى النقطتين دول، وانت سبت بقى الدولة وسبت المواطن وقاعد تتكلم في الاثنين دول، فهم مقلوبين عليه. الدليل انهم طالبوا باستقالته. وابتدى بقى ايه، نعرف ان في تغيير في السياسة وفي التوجه لأول مرة، لأن ماكرون ضد الأممية، هو قالها الناسيوناليزم ضد الأممية، ودايما بيقول لا ده احنا أوروبا مش لازم نبص للبتاع، احنا بنبص للريبوبليك، للجمهورية، ولكن ليست الناسيون. خطابه اللي وجهه من كام يوم للشعب خطاب للأمة على ناسيون. لأول مرة يتوجه مرة أخرى لفكرة الأمة اللي هو كان رافضها في الأول. فهناك تغييرات طبعا هتتم وهيكون تأثيرها كبير على كل الدول الأوروبية. ننتقل بعد ذلك إلى الحرب. احنا طبعا نحمد ربنا برضو ان احنا أستاذة داليا الإصلاح الاقتصادي عندنا ماشي مع ان احنا ندي المحدود الدخل. بطاقات تموينية من 18 21 25 50 4 انفار. غاز طبيعي دخل فوق 2 مليون بيت من محدود الدخل بزهيد الغاز الطبيعي، غير الطاقة لما تشتري أنبوبة. برنامج تكافل وكرامة، البرامج الأخرى، برامج تأهيل المرأة للعمل، كل ده يعني طبعا الطموح أكبر من كتير، ولكن برنامجنا في الإصلاح أخذ في الاعتبار بالذات محدود الدخل، البرامج المجتمعية أو برامج الحماية المجتمعية. الحرب التجارية، الحرب التجارية طبعا بين الصين وأمريكا، وأمريكا هي اللي بدأت، خلينا نقول هو دونالد ترامب هو اللي بدأ هذه الحرب بفرض رسوم جمركية على الواردات، وهو رحب في تغريدة من تغريداته وقال إن دي أمر جيد. عايزين نفهم أكتر الحرب التجارية، وهل ستؤثر على مصر بشكل مباشر أم غير مباشر، على المدى القريب أم على المدى البعيد؟ شوفي الحرب التجارية المعلنة هي أيام ترامب، لكن غير معلنة كانت موجودة. يعني الصين لما كانت مخفضة عملتها 35% عن حقيقتها عشان تغزو العالم، عن الوضع الحقيقي بتاعها، وكانت كل المفاوضات تتم معها بهذا الخصوص بينها وبين الاتحاد الأوروبي، بينها وكل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وما رضوش. أليست هذه حرب تجارية؟ لما النهاردة أوروبا حطالك أنت يا دول نامية مواصفات تعجز دخول بعض صادراتك أو وارداتهم لكم، يعني أليست هذا نوع من الحرب التجارية عن طريق المواصفات الفنية؟ الحرب التجارية طول عمرها موجودة. الحاجة الوحيدة أن مستر ترامب أو الرئيس ترامب أعلنها لصالح بلده، لأنه شاف النهاردة أن المصانع بتتنقل من عنده، والدليل أنه لما عمل الكلام ده وصل لاتفاق مرضي جدا بينه وبين في النفطة بين المكسيك وكندا، ووقعوه من 10 أيام. والصين بعد المفاوضات الأخرانية في اجتماع ال20 اللي تم في الأرجنتين قالت خلاص احنا هنوافق ان احنا نعفي بعض الحاجات الأمريكية والسيارات الأمريكية وكل ده. في الآخر الحرب التجارية طول عمرها موجودة، والحرب الاقتصادية موجودة، بس الفكرة الوحيدة ان ترامب اعلنها على الملأ واخذ اجراءات بخصوصها في امريكا ما كانش بتتاخد، لكن كل الدول التانية كانت وردت عليها الصين، والصين ترد وامريكا ترد. بس دلوقتي خلاص اهو بيتفقوا في الاخر بيتفقوا. فطبعا احنا بالنسبة لنا حضرتك احنا يجب في الفترة القادمة نتيجة مش بس الحرب التجارية،
العالم داخل على أزمة قوية، أزمة الديون العالمية. أزمة 2008 كانت الديون اللي موجودة سواء أفراد أو شركات بما فيها بتوع العقاري، الرهن العقاري في أمريكا ومشتقات المالية اللي مبنية على الرهن العقاري، كانت في حدود 30% من الناتج الإجمالي العالمي. النهاردة في حدود 70%. لما تجمعي ديون الأفراد والعالم 70% من الناتج الإجمالي. الصين النهاردة الديون المعدومة فيها عدد كبير جدا وبنوكها هتعاني، ولذا هي بتحاول تتجه للخارج حتى في التمويل. إذا نحن داخلين على أزمة مالية وليست فقط حرب عالمية نتيجة هذه الديون الكبيرة اللي موجودة في العالم. احنا بنشاهد حتى في منطقة الخليج بدون ذكر أسماء، يعني النهاردة ان في منطقة مثلا في بلد زي دبي في كثير جدا من الشيكات ترد النهاردة بشكل قوي جدا. العقارات نزلت حوالي 25% من ثمنها الأصلي. انت عندك مشاكل طبعا في المنطقة، في العالم وفي المنطقة وفي كله، وأزمة مالية داخلين. هنا علينا هنا بقى التوجه اللي احنا بنعمله بين الدول النامية وبين بعضها. احنا مع البريكس بقى، البريكس لما حضرنا مع اللي هي مجموعة البرازيل وروسيا والهند وجنوب افريقيا، دي مجموعة مهمة البريكس، مجموعة الأفارقة اللي احنا بنشتغل معاها. وعلينا كمان مش بس الكوميسا، لا احنا متوجهين غير الكوميسا كله. يعني مصر بترأس الاتحاد الافريقي وبتحضر لبرامج كثيرة جدا مع افريقيا. لكن علينا بقى نفكر ازاي في وسط هذه الحرب التجارية التعامل بيننا بالعملات المحلية. خدت بالك؟ وده تفكير وارد النهارده. ازاي بيننا وبين بعض الدول العربية، بيننا وبين بالعملات المحلية، لا نعتمد بقى على ارتفاعات العملات التانية ونزولها او الاحتياطات بتاعتها كلها. يبقى في جزء يبقى بنحافظ حتى على عملتنا وعلى مستوى معيشتنا، ان احنا نتعامل في التبادل العملات المحلية. وممكن اتفاق على عملة افتراضية بيننا، يعني مقومة. يعني نقول مثلا العملة الافتراضية مثلا الدينار العربي يساوي 5 جنيه مصر، يساوي درهم اماراتي، يساوي ريال سعودي مثلا، يعني كذلك. ويتم التبادل من خلال عملة افتراضية عربية او افريقية، او من خلال العملات. ويبقى فيه طبعا كل ده تحت اشراف مين؟ البنوك المركزية. دي مش زي البيتكوين ولا البتاع اللي هي مستقل. وانا دايما كنا اقول البيتكوين ده خطيرة. شوف وصلت 20,000 كانت السنة اللي فاتت، هي نزلت تحت على 4,000 بتاع ولسه. فاحنا بنتكلم على الحاجات المقننة المؤسسية اللي هي تبع البنوك المركزية. وبالتالي يعني مصر لها في وسط هذه الأزمات وبفهم جيد للسياسات اللي احنا بنشتغل عليها. النهاردة انت في وسط هذه بتعملي مدن جديدة. ناس كتير تقول لك مدن جديدة، لا ده العالم كله. انت النهاردة 98 مليون النهاردة، واحنا بنتكلم 98 داخل مصر، ما بنتكلمش على اللي في الخارج. بنزيد ب2.5 مليون في السنة. هيروحوا فين؟ وايه اللي بيعمل لك انطلاق اقتصادي دلوقتي؟ مش المدن الجديدة والطرق كل ده؟ مش ده اللي هو الامداد والتموين؟ وتبقى جزء من ازاي هتبقى جزء من افريقيا وانت ما عندكيش البنية الاساسية؟ ده انت عاوزة تمدي بنية اساسية مع افريقيا كمان. فاحنا النهاردة طبعا لنا فرص ان نتعامل بحكمة وسط هذه الازمات المختلفة، بما في ازمات اقليمية حوالين. يعني النهاردة عملنا حاجة برضو مش بطال، اللي هو الكيان. احنا طبعا الاجتماع الاول كان في ديسمبر الماضي، اللي هو الكيان بتاع دول البحر الاحمر. ده كيان يكون اقتصادي مهم، بيشمل اليمن، بيشمل السعودية، بيشمل الأردن، بيشمل جيبوتي، بيشمل الصومال ومصر. طبعا الوقت ما ممتد مع حضرتك، بس خلينا ما يفوتناش موضوع في غاية الأهمية، وهو التعامل المصري مع إفريقيا. عايزين نتكلم عن تجارب أفريقية نقدر نستفيد منها ونفيدها، لأن المنفعة هتبقى تبادلية في هذه الحالة. أنا متفق مع حضرتك تماما. إن ما نفتكرش أبدا
بمفهوم، لان بعض في الاعلام وبعض اللي بيكتب وبعض بتاع بيفتكر يعني ان مصر بمناظرة التعالي، ان مصر هي اللي تعمر افريقيا. إنه لا، مصر بتنقل تجارب لافريقيا، ومصر بتستفيد من تجارب افريقيا. يعني هقول لك حاجة، مثلا موضوع التابلت ده عندنا لكن مطبق في غينيا في 2016. ايه رأيك ان اول امبارح تم افتتاح في اثيوبيا اول محطة كهرباء من المخلفات من الزبالة، بتستخدم 80% من زبالة مخلفات اديس ابابا العاصمة لتعطي 30% من الطاقة بتاعت اديس ابابا كلها. 80% من المخلفات، 30% من طاقة المدينة العاصمة. تكلفتها كام؟ 120 مليون دولار فقط، بينما لو اتعملت كانت محطة عادية كان ممكن مليار و200 مليون. اذا في تجارب افريقية. في انا طبعا عشان بدرس للجماعة الافارقة ايضا عندنا في جامعة سنجوري اللي في اسكندرية 22 جنسية في الوقت الحالي، بشوف تجارب حتى في اللامركزية، تجارب في خدمة المجتمع، تجارب في استخدامات التكنولوجيا في المناطق النائية. يعني تخيلي ان بيستخدموا الدرونز اللي هي البتاعات اللي هي بتوع التصوير دول، ان ينقل الدم المناطق نائية مش هيقدر يوصل لها. بيستخدموا التليفون الموبايل عشان الاسنان وعلاج الاسنان في مناطق نائية. كل دي تجارب موجودة في افريقيا، نستفيد من افريقيا، نفيد افريقيا، ودي المشاركة الحقيقية اللي بيننا. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس شريف دلاور، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، المفكر الاقتصادي والخبير الاستراتيجي. شرفتنا، وكالعادة لقاء قيم مليء بالمعلومات الجديدة القيمة. شكرا أستاذة داليا، وشكرا لكل الفريق المعد. شكرا باشمهندس، شكرا.